حط عليها راسو على فخدها وحط رجليه على فخد امي. مرتو كتحك ليه راسو، امي كتحك ليه رجليه. ماشي كتحك ليه رجليه، ولكن كدير ليه داك المساج، كتلعب ليه في صبعانو وقدمو وداكشي. كان خويا الكبير هو داك الطفل الملك ديال العائله، كان قاطعها فينا وكلشي كيحترمو، حتى با امي ما كانوش كيهضروا حداه، لانه هو كان خدام وكان هو زعما اللي هزنا وكيصرف علينا وما الى ذلك، وبالتالي كانت عنده السلطه في الدار. ملي شافتني امي هابطه ورجعت التيد وجافير وداكشي لبلاصتو، قالت لي بشويه عليك، هرسيهم، انت اللي شاريه فيهم، جالسه كتخبطي بالماعن وتخبطي بالحوايج. كنتي مرا ونص ولا لا ومولاتي وكنتي حادقه كاع ما تاكل هذيك السلخه، هو ما كيجيش ويسلخك، انت اللي كتقلبي عليها. كانت امي ما كترحمنيش وما كتعقلش عليا، وكان خويا الكبير هو القديس ديالها. المهم هذاك النهار ديال الحد دوزتو كامل انا في التخمال والتصبين كالعاده. امي كانت ما كتشقاش ومرت خويا لا قالها ليها راسها، وكنت انا هي ديك الخادمه ديال الدار، كنت انا هي ساندريلا، غير انا ما غناخدش الامير في الاخر. المهم داك النهار ديال الحد حكيت داكشي اللي تحك وصبنت اللي تصبن، وجا خويا مع الظهر تقريبا دخل للدار، لقاني تقريبا ساليت، ولقى اخر ماكينه كدور الحوايج، وهو يطل ويلقى قوامجو حوايجو كيدوروا في هذيك الماكينه. قال لي اش كديري، علاش درتي لي حوايجي في الماكينه؟ هو فعلا كيقول لي معمر كتصبني لي حوايجي بالماكينه، دائما حوايجي صبريهم بيديك باش ما يتكرفسوش وما يتحردوش. وانا حيت كنعيا وكيتقادى الجهد، واش كاينه مازال شي مرا في هذا العصر كتصبن بالفراكه ولا كتصبن بيديها؟ انا كنعيا وكنقول ملي ما كيكونش ولا شي حاجه كنلحهم في الماكينه ونصبنهم، ما غيدي ما غيجيب وما كيوقع ليهم والو. جا داك النهار مع الظهر على غفله في داك الحد، وهو يحصلني كنصبن حوايجو في الماكينه. قال لي كديري عليا بالعاني وانا كذا، واش انا غتقتلوني؟ انا هازكم وكنصرف عليكم، ما فيكش الخير، ديري داكشي اللي كنقول لك، ما قدكش ما عجبكش الحال خرجي عليا تا. كنبكي ونقول ما بكيتش. امي كتقول لي عبر عليك، واش خوك كيقول لك ما تصبنيش ليه في الماكينه وكتصبني في الماكينه؟ خوك هو اللي عارف، غتقتلوه مسكين، غتصيفطي لي خويا ولدي للمقبره، غتعدي لي على خويا على ولدي. كتبقى تقول لي امي فاش كي